عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخوات وحبايب قلبي، ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اسهل وصفه كده بالجلاش، بقلاوه الجلاش خطيره، او اصابع الجلاش تحفه جدا جدا. ناس كتير بتستصعبها بس هي سهله جدا جدا يا حبايبي. اللهم بارك، بتدوب دوبان، بتقرمش كده، خطيره وبتدوب كده من في تركه كده. هقول لكم عليها ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض. بس قبل ما نبدا وصفتنا، يا ريت اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت كده يشجعني ان شاء الله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. تحفة، لون خطير من بره ومن جوه، وبتدوب دوبان رائعة واكتر من رائعة. ان شاء الله يا حبايب قلبي، من النهارده كده هتعمليها بكل احترافية. يعني يا ريت كده نشير الفيديو لكل اخواتنا وحبايبنا عشان الفايدة تعم والكل يستفاد، ويا ريت كده تحفظيها لرمضان. تحفة جدا جدا وهتنفعك، سهلة سريعة، بكل سهولة هتعمليها. اول حاجة في وصفتنا يا حبايبي، معايا لفة من الجلاش اللي هو السايب كده من عند الفطاطري، معايا السمنة كوبايه الا ربع سمنه على زبده، معايا المكسرات ايا كان بقى، فول سوداني، بديل الفستق او فستق حلبي، اللي هو الحقيقي براحتك خالص. شربات يكون تقيل وبارد بدرجه حراره الغرفه معايا كده. والجلاش لازم تفرديه كده، تحطيه في فوطه وتغطي بفوطه عشان يعني ما ينشفش معاك، لانه بيتاثر جدا جدا بالهواء كده، وهينشف معاك مش هيبقى احسن حاجه. هنجيب كده يا حبايبي السيخ بقى. انا بعمله على سيخ، عندك مخصصه اي حاجه رفيعه زي كده استعمليها، حتى لو شماعه مكسوره عندك. هنمسح مسحه خفيفه جدا جدا كده، أو بالفرشه بالماده الدهنيه. وبعد كده بترش المكسرات دي، وتكون يا ريت تكوني يعني وانت بتطحنيها تكون ناعمه جدا، عشان لو تخينه هتقطع الجلاش معاكي. وانا معايا الجلاش رقيق جدا جدا يا حبايبي. لو الجلاش معاكي محمل، ورقه واحده بالظبط كفايه هتكفي، واقسمها من النص، او لو انت عاوزه تعملي ورقه كامله براحتك خالص. انا لو الجلاش معايا ده كان رقيق زياده عن اللزوم، لو كنت عملت ورقه واحده ما كانتش هتتلف وتبقى احسن حاجه معايا. عملت كده يا حبايبي. عاوزه تدهني بين كل ورقه وورقه براحتك دي ترجع ليكي انت وحريتك. عاوزه تدهني دهنه واحده على ورقه واحده، مفيش اي مشاكل ومش هتفرق ابدا ابدا. واهم حاجه وانت بترش كده، ما تبالغيش في كميه المكسرات، عشان تقدري تكشكشيها وما تبصي معاكي. وفي نفس الوقت ما تضغطيش زياده عن اللزوم وانت بتكشكشي، او وانت بتكشكشيها كده على الحاجه، العود او السيخ اللي انت بتكشكشي عليه، عشان تبقى تسحبيها بكل سهوله. شايفين يا حبايبي؟ وان شاء الله يعني الفيديو شارح نفسه احسن من اللي انا بقوله كمان. يا رب يكون الفيديو موضح لكم كل الطرق. انا بقول لكم كده ما تبالغوش في كميه المكسرات، وفي نفس الوقت ما تضغطيش زياده عن اللزوم وانت بتلفيها بالشكل ده، عشان تكشكشيها كده وتتكشكش معاكي بكل سهوله. اهو يا حبايبي، وهتسحبيها بكل انسيابيه، ما تقلقيش خالص خالص. ومعايا الصاج طبعا زي ما احنا اتفقنا مدهون بالماده الدهنيه، وبترصها كده جنب بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنتني جزء الاول كده، نحط السيخ بتاعنا ونتني جزء، وعشان تعرفي تسحبيه كويس. ونمسحي مسحه خفيفه خالص، مش بس فايده المسحه ديت ان هي بتمسك معايا المكسرات اللي انا بحطها. لو انت حطيتي من غير ما تمسحي هتقع معاكي بالشكل ده يا حبايبي. نلفها ونكشكشها بالشكل ده. وحاولي يعني الكشكشه معاكي تكون على قد الصاج، يعني حجم الصاج معاكي. لفينا كل الكميه بالشكل ده. اول حاجه بقى، دي خطوه مهمه جدا جدا، لازم تقسميها قبل ما تدهنيها، لانك لو دهنتيها هتغلبك ومش هتبقى احسن حاجه وانت بتقسميها، وهتضايقك في ايديك طبعا، وايديك هتتبهدل من الماده الدهنيه. والحجم بتاع التقطيع ده حاجه ترجع لك. انا قسمتها من النص، ورجعت قسمت كل نص نصين. جبت بقى بقيت معايا، وانا كنت جايبه الماده الدهنيه ديت كوبايه الا ربع. وما ما تستكترهاش خالص. وحطيها كلها، وحاولي كده تاكدي على الفواصل عشان تستوي من كل الجهات بتاعه الجلاش معانا، او البقلاوه. والفرن كنت مولعاه مسبقا على درجه حراره 200، حطيته في الرف اللي تحت خالص. مع المتابعه كده اخدت اللون الجميل ده. وحطيت كل كميه السمنه بعد كده، ما تقلقيش خالص، بس بتخليها تدوب معاكي دوبان. صفيت كل كميه السمنه اول ما طلع من الفرن، يكون الشربات معايا تقيل وبارد. ولو انت عاملاه متاخر، حطيه في التلاجة يبرد تماما. لازم يكون بارد. سقيته بالشربات بالشكل ده. ونسيبه كده يشرب كميه الشربات. زينا بقى بشويه جوز الهند، او شويه فستق، بديل الفستق، مش هنقول الكذاب، ربنا يكفينا شر الكذب والكذابين. طلع بالشكل الرائع ده. تحفه تحفه تحفه، بيدوب كده. اللهم بارك، بيقرمش من بره وبيدوب كده ذوبان في البق. ده نتيجه كميه السمنه اللي احنا حطيناها. ان شاء الله تجربيه بطريقتي، واستنى رايك في الكومنتات. وما
تنسينيش ومن اللايك والكومنت الجميل يا حبايبي. يا ريت نشير الفيديو لحبايبنا عشان الفايده تعم والكل يستفاد. شايفين اللون تحفه من بره ومن جوه، اللهم بارك، رائع وبيدوب ذوبان وريحته خطيره. ان شاء الله هستنى رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.